السلام عليكم متابعاتي، وأهلا ومرحبا بكم بقناتي. بنات، الفيديو لهذا اليوم يتضمن طبخ فطور مرقة سمك وسمك قلي ويا التمن، وبنفس الوقت روتين غسل الفراشات. هسه هنا أنا عندي هذا السمك قطعته وقشرته وغسلته غسل زين، وهنا أنا راح أرش له رشة خفيفة من الملح. يعني ما ارش له هواي ملح لانه هي راح اسوي مرقة، فما راح اكثر ملح، ارش رشة خفيفة واقلي. هنا انا بديت املحها، شوفوا هنا انا وحدة وحدة ارش لهم ملح حتى يصير السمك عندي جاهز. بنات، هنا أنا طبعا أنا صورت هواي فيديوهات بس ما طلعت عندي، ما أدري ليش. الظاهر الموبايل ما مصورهن. هنا أنا خليت بصالة وحمسته، وبعدين ضفت ملعقتين من المعجون، وهم حمستهم أو شوحتهم على مود أخواني من بقية الدول يفهمون عليه أحمس أو أشوح. هنا أنا ضفت من نوميات بصرة، 2 من نوم بصرة حبتين، وضفت مي كذلك. وهسه هنا أنا راح أقلبها من تقليبة بسيطة وأتركها شوية، أعلي النار عليها فد 10 دقايق أخليها تغلي، وبعدين أرجع أنصيها. بهالأثناء بنات راح أبدي أضيف ملعقة من السكر هاي وملعقة شاي من الملح، أضيفهم على المرقة وأتركهم، يعني أقلبهم تقليبة بسيطة همينة، فقط أحرك القدر حتى ياخذ الطعم مالت السكر والملح. وضفت الملح على مود يتعادل الطعم عندي، يتعادل طعم الملح والسكر. طبعا سكر قليل، قلت لكم ملعقة أكل فقط. هنا أنا تركتها إلى أن غلت لحد الغليان. وعندي السمك طبعا مقليته هماتين، قلت لكم ما طلع عندي بالتصوير، ما اعرف ليش. والتقلى ما هي تعرف تقلي السمك. طبعا هنا انا ضفته بالمرقة، ما ضفت هواية، طبعا ابونا بس هو اللي يحب مرقة السمك فما ضفت هواي، والبقية لا سويت تمن وسمك قلي. هنا انا يعني ما ضفت هواية سمك. وهنا أنا يا بنات ما أحكي لكم الشكل والريحة تجنن، صارت كلش حلوة. بنات بهالأثناء راح أضيف هذا الكشمش، كوب من الكشمش أو الزبيب أضيفه على المرقة. هنا أنا ينطيها طعم كلش طيب. بنات اكتبوا لي بالتعليقات منو بيكم تحب السمك، منو من عشاق السمك. طبعا احنا من عشاق السمك نحبه، بس على الاغلب نحبه مقلي او مشوي، بس ابونا على الاغلب يحبه مرقة. هنا انا راح اضيف هاي الكمية من الزبيب، طبعا ما يقارب كوب من الكشمش او الزبيب. هنا انا بنات بعد ما ضفت الكشمش على المرقة او الزبيب، طبعا احركها تحريكة بسيطة لحتى لا ينمرد عندي السمك، لانه السمك هو اصلا متقلي ومستوي. بنات هنا أنا عندي ملعقة من السكر وملعقة شاي من الملح، راح أضيفهم على المرقة. طبعا ملعقة الملح راح تعادل لي الطعم، من أضيف الملح والسكر إذا ضفت الملح راح يتعادل عندي الطعم ويصير كلش طيب. فأقلبه تقليبة بسيطة لحتى لين هرس عندي مثل ما قلت لكم. أتركها تتسبك وتتهدر وارجع وياكم ان شاء الله. وهنا يا بنات من بعد ما تركتها تهدرت وتسبكت، وشوفوا الدهن مالتها او الزيت صار يطفو على وجه القدر. هنا انا راح ابدي اضيف قطع السمك اللي اني مقليتها، اضيفها بالقدر. وبنات لا تخلوها هواي، يعني خلوها في 5 دقايق ورا ما تغلي وطلعوها.
اصلا اول شي يعني ستوا المرقة وخلوها تتهدر وتتسبك، وبعدين ضيفوا السمك اخر شي، خلوا السمك على مود لين مرد. هنا انا اتركه فد 5 دقايق، هنا انا همينه اقلبه، بس احركه تحريك على مود لين مرد عندي وينهار، بس لين هو اساسا مقليته اني فمستوي فما يحتاج. بنات هنا أنا عندي الرز أو التمن العنبر، هذا تمن عنبر غسلته غسل جيد ونقعته. طبعا هنا أنا نقعته فد ربع ساعة، وهسه راح أبدي أطبخه. هنا أنا خليت قدر على الطباخ وبديت أضيف الزيت، طبعا زيت كمية قليلة من الزيت، ما أحب أخليه وايد زيت على مود يكون صحي الرز. والزيت هو السخن نزين. هنا ضفت الرز أو التمن بالقدر وضفت ملح، بس هنا أنا هذا تهدر وصار استوى يعني تقريبا. يعني بعد ما نشف المي مالته بديت أقلبه، يعني أنطي تقليبة بسيطة وأترك إنه يتهدر ويتسبك ويستوي، وأرجع وياكم. هنا أنا رجعت قلبته مرة ثانية، ونتركه يتهدر ويتسبك، ونرجع نصب وياكم إن شاء الله. هنا نكتمل عندنا طبق. وهنا أنا يا بنات هنا أنا صبيت طبعا فردت خبز وصبيت عليه السمك والمرقة مالت السمك، وصارت بهذا الشكل. وهنا أنا صبيت الرز أو التمن وخليت فوقه قطع مال سمك مقلية، يعني قليتها وهذه كملتها وخليتها بالصينية. وكان هذا فطورنا، وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية. شوفوا هنا المنظر يحكي ويتكلم. بنات اللي وصلت لهنا ولحد الآن ما مسويت لي لايك، سوي لايك، واللي ما مشتركة بالقناة همين اشتركي بالقناة، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، وصلوني لأكبر عدد ممكن. هنا شوفوا الشكل ولا أروع. هنا راح ننتقل الروتين الحلو والجميل. طبعا هنا هاي الزولية مال الشتاء، فراشات الشتاء، طبعا ما اقدر اعيفهم للشتاء اللي جاي، لازم اغسلهم هسه. وهنا مثل ما تشوفون هذا الماي دا ارشها ونقعتها بالماي بالبداية، وبعدين ابدي اغسلها. وهاي فرشتك بايدك ما حد يفيدك، سيمك بايدك ما حد يفيدك، لازم تقومين وتنظفين. بنات اني قالت لكم انه اني ما اضمن صحتي للسنة الجاية، فلازم اغسلهن هسه. هذا الزاهي ضفت طن كيلو تايت وطن زاهي، وهسه راح اضيف عليه المي وراح اسوي رغوة تجنن. طبعا اني احب الرغوة الهواية، يعني احب هواي رغوة، ما احب الرغوة تكون قليلة، وما أشعر بالنظافة، يعني ما أحس إنه أكو نظافة إذا ماكو رغوة مال زاهي وتايت، وهيك وريحة حلوة تطلع من الزاهي والتايت تخبل. شوفوا هسه حينفجر البركان بركان مال تايت وزاهي. شوفوا الرغوة شقد حلوة تجنن. إذا مو هيك رغوة ما أحس بالنظافة أبد، ما أحس بيه نظيف، حتى لو غسلته الفراش ما أحس بيه نظيف. شوفوا هاي الرغوة شقد حلوة. طبعا أنا أحب هيك رغوة قوية، دائما أحبها، أحب أسويها من أغسل الفراشات أو حتى من أغسل المواعين، ملابس، أي شي أغسله، يعني أحب هاي الرغوة تكون حلوة حلوة ومميزة. هسه حنبدي نجلفهم جلفة زينة، مثل ما قلت لك مجلافتك بإيدك ما حد يفيدك. طبعا للشتاء انا قايلت لكم بنات ما اقدر اضمن صحتي، انا اسم الله عليكم دائما اتمرض ودائما مريضة، ف ما اضمن بانه اني يعني
للسنة الجاية إذا الله يخلينا عايشين وطيبين ما أضمن عندي صحة وأقدر أنظفهم، فهسه أنظفهم ليش أتورط؟ أنظفهم وأغسلهم وأضمهم نظيفين يبقون، من أريد أفرشهم ألقيهم نظيفين، وإذا الله منطيني الصحة وطيبة لذاك الوقت همينة أغسلهم ما بيها شي. هسه هنا أنا غسلتها وجلفتها وذبيت لها ماي، وهسه بس راح أشطفها بالماي وأنشفها بالماسحة. شوفوا شلون طلع وجهها يلمع لمع صارت، مو مثل قبل. بعد ما غسلتها صارت تجنن، شوفوا شقد حلوة، طلع الوجه الحقيقي للزولية. هنا أنا لازمة كاميرتي وأجلف وأصور لكم يومي، وإن شاء الله تكونون تستمتعون بهذا الفيديو وتستفادون من عنده. بنات الفيديو تحفيزي وليس تعليمي. ألتقيكم في فيديو جديد إن شاء الله. أترككم في أمان الله وحفظه.